البيت اللي صرفت عليه حالي ومالي. أنا ما أملك شبر من العراق، قمت أطب أبني بهذا البيت اللي صار ملكي، القرية والبيت ظليت أبني بيهم. العملاق طورته، التنين سويته اثنين خليته يقزح، يميطهم لما يطب، يشيل برابيطهم، يدمر الدنيا كلها. قمت أجمع فلوس وأروح أطور، أجمع نفط. وقت العراق ما بي نفط، العراق فلس، والموظف بشهر نيسان راح ياخذ نص راتب لأن فلسنا من النفط. أني قمت أجيب نفط وأبني، سويت الملك بنيته بالنفط، الذبان سويته بالنفط، العمال جواهري قمت أجمعهم، قمت أبوق على مود أجمع جواهر. العامل الخامس طلعته من جيراننا، أبو شكيب ابنه خوش ولد، خوش يعني خلفه مضبوط مال البيوت، طلعته. العمال ما عندهم أوف، لا ما عندهم أوف العمال، حتى الجمعة قمت أشغلهم، حتى الجمعة شغلهم، تعبوا، تعبنا، كنا تعبنا، استجمعنا مجهودنا على مود نبني هذا البيت وهاي القرية. تاليها حرموها، وسبب التحريم أنا طلعت بيه بنتيجة. قمت أتابع أشوف ليش حرموها، قمت أطب الجفت لقلب المكان واللي هو البيت. كنت مطورة 9، بعد شوية وصل 10. قمت أتابع أشوف ليش حرموها، قمت أطب الليل فجأة بالكلام، قمت أشوف الآرشر مالتي رافعة نورتها وجايبة بربري للبيت. فضحتونا، هذا سبب التحريم الفلاش، ماكو غير. من وراء الآرشري خانتنا وخانت الوطن العراقي كله والمجتمع. قامت الآرشر تطب ويا الفلاش، مرات العملاق يطب وياها بالبيت. أنا اجيت وباوعت من الشباك مال البيت، لا مو من الشباك، ما شفت من الشباك، لا باوعت من المدخل اللي فوق، حتى هاي عيني ترسل دخان أسود، وشفتها في وضع مخلي من الآداب. شفتهم يتكاثرون مع بعض، يا للخيانة القشاق. الويل لكم. هسه احنا لازم نسد هذه بيوت الدعارة اللي هي كلاش اوف كلاش، نسدها بأمر من المرجعية التي كشفت هذا الأمر وحطت يدها على هذه المصيبة النخراء. في وقت أنا كنت ما أملك بيت بالعراق، ملكت بيت في موقع من المواقع النزاعات التي قامت بها الأرشر مع البربري. كان بيت أحلم بيه، خبط أشوفه قلعة، السور مالتي بس بعد أبني حديقة ورود وزهور. ثانيها طلعت الخيانة، راح نسد هذه البيوت الدعارة، لازم نسد بيوت هذه الدعارة.